أهلا أهلا. تعرفوا أن نقدر نسوي أكل المطاعم في البيت وبأقل التكاليف، وأضمن لكم الطعم اللذيذ اللي ينافس المطاعم وألذ. بسوي فروج مشوي، تابعوا طريقتي. للتتبيلة بضيف البهارات، بكتبها لكم بالفيديو وبالكابشن، وربع كوب من زيت الزيتون، وملعقتين كبار من الزبادي، وثلاث فصوص من الثوم المهروس، وملعقتين كبار من معجون الطماطم. وبضيف عصير نصف ليمونة وملعقة كبيرة من الكاتشب والمايونيز، يعطي طراوة ولون تحمير حلو بعد الشوي. ونخلط المكونات زين، وبكذا التتبيلة صارت جاهزة. وبصبها على الدجاج وأوزعها على كل الجهات، وأغلفها بالنايلون وأدخلها الثلاجة ليلة كاملة عشان تطلع طرية وتاخذ من كل النكهات. ولكن إذا كنتم مستعجلين خلوها أقل شيء ساعتين. بصينية فرن عليها فويل بصف الدجاج، وأدخل الفرن على حرارة 180 لمدة ساعة من تحت، وآخر 5 دقائق أشغل الشواية من فوق لحد ما تتحمر وتاخذ لون حلو. وبكذا جهز ألذ فروج مشوي. أضمن لكم التتبيلة الخطيرة والطعم اللذيذ. اعتمدوا وصفتي وجربوها على عشاكم اليوم، وبالعافية.